كيبغي شي واحد يكري شي محل، يعني هو يصبح مكتري، هو كيقلب على شي محل الكرا، اشنو هي الامور اللي خصو يرد بالو منها؟ اللي نفرض مشيتي لقيتي واحد المحل تجاري او دار، ومشيتي لذاك الشارع ولقيتي فيها رقم ديال التليفون وقال لك هذا راه ديال الكرا. واحد الزنقه لقيتي واحد المحل مناسبك وتيتكرا، وعيطتي في داك التليفون، جاوبك السيد قال لك يا سيدي هذا راه الدار ديالي، كنت كاريها لواحد السيد قبل ودابا راني بغيت نكريها. السيد خرج وبغيت نكريها دابا. انت مبدئيا اش كيوقع لك؟ كتقول لقيت المحل ولقيت مول المحل، صافي كتقضي الغرض وكتمشي انت وياه المقاطعه كاع وكديروا عقد وكتوقعوا عليه وكتصادقوا على التوقيع ديالكم امام موظف المقاطعه. وهل هذا يكفي؟ طبعا لا، لان اول حاجه عجبك المحل مزيان، السيد جا وعيطتي له في التليفون جا عندك مزيان، ولكن خصنا نعرفوا الصفه ديالو ونعرفوا علاقته بداك المحل. اذا ابسط ما يمكن لك تطلب له هو شهاده الملكيه. اعطيني شهاده الملكيه الا كان العقار محفظ. العقار محفظ خصو يجيب لك شهاده الملكيه وتكون حديثه العهد، يعني في عمرها 3 ايام ولا 4 ايام، شهر، لكن ماشي اكثر. ملي كتلقاه هو اللي كاين سميتو كتعرف راسك راه هو المالك وكتكري منه وكدير العقد وكتمشي وانت مطمئن. الا ما جابها لك شنو هي الاحتمالات اللي تيكونوا؟ احتمال يكون هو مول المحل والمشكل ما يتطرحش، لكن احتمال ايضا يكون هو فقط شريك من شركاء، يعني داك الشقه كندير واحد السيد توفى داك السيد خلى 3 ديال الاولاد وبنت ومرتو، فهذاك السيد ما عندوش الصفه باش يكري لك، انه ما تملكش هو الشقه كامله، كيملك واحد النصيب فيه كوارث، وكاين 3 ذكورة وكاين انثى وكاين الزوجه ديال المتوفى، اذا ما عندوش الحق باش يكري لك الا عنده الوكاله ديال الورثه. اذا ملي كيجيب لك العقد الاراثه وكتقول له راه كاينين ورثه، خصني الوكاله، يجيب لك عقد الاراثه وجاب لك شهاده الملكيه وجاب لك العقد الوكاله، فغادي يمكن لك توكل على الله وتكري من عنده ودير معاه العقد. الا ما جابش هاد الوثائق ما يمكن لك تشكري منه، حيت راه هادوك اللي كيملكوا معاه على الشياء اللي هما الوراثه يمكن لهم يجيو لعندك يقول لك اسيدي خرج ويخرجوك، وانت عطيتيه الفلوس وخلصتي مثلا الكرا وخلصتي التسبيق ويخرجوك، وانت خصك عاد تمشي دير شكايه ضده هو ديال النصب، وهو ما يديروا شكايه ضده ديال التصرف بسوء نيه في مال المشترك. اذا وكنخلق راسي مشاكل. حالة أخرى هو أنه ممكن يكون ما كيملكش نهائيا، فبالنسبة للناس والشارع والزنقة والجيران تيشوفوه هو اللي كيجي هو اللي كيمشي هو اللي كيدخل الناس هو اللي كيكري هو اللي ما تيكريش هو اللي كيتصرف هو المخاطب، ولكن باش يدير معك عقد لا، ما عندوش الصفة حيت ما تيملكش العقار، فتيمكن له أوضا يدير معك العقد ومن بعد عادي يجي عندك مول الدار يقول لك اسيدي ما من تشاورتي دخلتي لداري وكيدير لك دعوه ديال طرد محتل، ما كنعترفوش حتى بداك العقد اللي دار معك هذاك السيد، هذاك نصب وانت حال الصفه ديال المالك وكرا لك. اذا انت غادي نديروا دعوه ديال طرد محتل ضدك وغادي تصدق خارج ومشات لك الفلوس. ملي كنقول مشات لك طبعا راه عندك طرق قانونيه، ولكن انتم عارفين المحاكم والمساطير والطول ديالها باش يمكن لك ترد فلوسك. اذا اول اجراء دير ملي تكون غتكري واحد المحل هو طلب شهاده الملكيه، ولا كانت وفاه ديال داك المتوفي طلب عقد اراثه، ولا جا عندك واحد من الورثه يجيب لك وكاله. اذا لازم تتاكد من الصفه ديال المالك العقار باش تشري هذيك الشقه اللي بغيتي.